اسمع أيها الولد، إذا سألتك سؤالا ثم أوضح لك صفاتك، فبالمناسبة أنا لست من يصفك بهذه الصفات، بل يسوعك هو الذي وصفك بها، فهل سوف ترد؟ تفضل اسأل. أحسنت. وهل سوف ترد على يسوعك؟ اطرح السؤال. وين السؤال؟ اسمع ماذا قال يسوعك: أما الرجل ففارغ عديم الفهم، وكجحش الفرى يولد الإنسان. ايش يعني؟ وين المشكلة؟ أنت تقول أين هي المشكلة، وهذه ليست طبعا. مشكلتي يا ولد، يسوعك هو الذي وصفك بهذه الصفات. يعني أنت تقول أن يسوع هو الذي وصفني بهذه الصفات، يعني أنك أنت متعجب أن كيف يسوع يصفني بهذا الشيء، صح ولا لا؟ رد على أسئلتي ولا تراوغ. والله عجيب أمركم أيها النصارى. هل هذا أمر يعجبك أن يسوعك يصفك بهذه الطريقة؟ يعني أنت متأكد أن يسوع قال هذا الكلام؟ اصمت يا نصراني، هذا مكتوب بدأت في تشتم كتابك. الآن حتى هل تهرب. تنكر؟ حبيبي الغالي، أنا لا أنكر أن هذه الآية ليست موجودة، بس أنت تقول يسوع قال هذا الكلام. يا منافق، أنتم تقولون أن الله في العهد القديم هو نفسه يسوع. أقول لك يا زين خير الله، لا تستخدم أسلوب فاشل، لا تشتم. أنت هو الفاشل. هيا انزل يا عمي مو تشتم. لحظة لا تنزلني، اعطيني مجال خل أرد عليك. والله أنهم مساكين. يسوعهم يصفهم بهذه الطريقة، وبعد ذلك هذا النصراني يقول: أين قال يسوع هذا الكلام؟ يا ولد، هذا مكتوب في كتابك، ولكن أنت خجلان من ربك. شيخ زين خير الله، ليش تعمل لي كتم؟ أخرس ولا تتكلم. هو أنت مو سألت؟ لازم أرد عليك، صح لو لا؟ أنت خجلان من ربك، لا تقدر أن ترد. ولا كان أخجل؟ لك تنطيني المجال خل أحكي وأشرح. اخرس يا ابن زكريا بطرس، والله سوف عمي لا تشتم. انصرف أيها القرد، هذا ليس كلامي. يسوعك هو الذي وصفك بالحمار. عمي تنطيني مجال أشرح لك. هسه أنت مو سألت. لا تصرخ يا حمار. أخويا هسه أنت مو سألت السؤال وقلت يسوع قال هذا الكلام؟ راح تسمح لي أشرح لك ولا لا؟ والله سوف أعطيك دقيقة واحدة. طبعا ما يريدني أرد. إذا لم ترد على يسوعك فسوف أنزلك ماشي. حالا. هل فهمت أم لا؟ أوكي، بس لا تقاطعني ولا تعمل لي كتم ولا تنزلني، خليني أشرح. ماشي، اتفقنا؟ هيا أدخل في الموضوع ولا تتأخر، وإلا أنزلك حالا. خليني أشرح. يا حضرة الشيخ، إذا تسمح لي أعرض على الشاشة حتى الناس تشاهد. لا، أعرضها عندك يا ولد. هيا رد الآن على يسوعك يا نصراني. ماشي. أنت ما تريد تعرضها حتى لا تخلي الناس تشاهد الحقيقة، بس ما مشكلة يا زين خير الله. أنا هعرضها على صفحتي وأتمنى مشاهديك أن يدخلون على الصفحة مالتي ويشوفون كلامك، بس أنا راح أقراه. ابدأ الآن. ماشي يا زين خير الله، الآن خليني أرد وحفتح الكتاب المقدس. هذا الكتاب من العهد القديم. طبعا في البداية من بديت أقول له وين هي المشكلة، يقول له هذه ليست مشكلتي، أنتم تؤمنون أن يسوع المسيح هو الله، المتكلم في العهد القديم هو يسوع. طبعا الشيخ زين خير الله طبعا ما عنده أي معلومة بالكتاب المقدس، ولا عنده أي فكرة، ولا دارس الكتب القديمة، ولا دارس المخطوطات، يعني يرى الكلمة وما يعرف التفسير ماله. واحنا نعتمد على التفسير، ما نجي نتكلم شيء من عندنا، لا احنا ولا الأكبر من عندنا ولا العلماء. احنا نتكلم بصياغ واحد، بكلام مفهوم، باعتقاد واحد، بتفسير واحد موافق الكل، ما نجيب كلام من عندنا. فالشيخ زين خير الله يفسر حسب ما يريد، انه ما يعرف من هو صاحب هذا الكتاب ولمن توجه هذا الكلام. طبعا يا شيخ زين خير الله، بما انك انت قلت تؤمنون ان يسوع هو الله، انا اقول لك هذا ليس موضوعي، اخليك انت تؤمن ان يسوع هو الله من قرآنك نفسه، بس هذا ليس موضوعي، نتكلم به بغير موضوع. بس أنت يا شيخ زين خير الله كنت أتمنى تكون أمين وأنت فاهم الكتاب المقدس. لما قلت يسوع قال، تحداك الآن أين قال يسوع هذا الكلام؟ وأتحداك أيضا إذا تؤمن أن المتكلم هو الله، هو نفسه يسوع. أنا أؤمن أن الله هو يسوع، هو يسوع نفسه ولم يتغير. ولكن أنت قلت كلام جميل، قلت يسوع يتكلم. أتحداك بالنقطة الأولى أن تقول لي أين قال يسوع هذا الكلام، وأزيدك أيضا أين الله قال هذا الكلام. هذا
قول من صوفر النعماتي. المتكلم هو صوفر النعمات، بس لأنك يتيم ما تعرف الكتب أنت تريد تحمل أن يسوع قال هذا الكلام. اقرأ جيد في العدد الأول: فأجاب صوفر النعماتي وقال. هذا كله قول من عدد 1 إلى الأخير هو قول صوفر النعماتي الموجه إلى أيوب. افتهمت؟ فإذا ليس المتكلم هو الله هنا. أنت حتقول لي زينا كيف هذا كلام الله والمتكلم ليس الله؟ أنت عندك في القرآن فرعون أبد ما تكلم؟ أنت عندك في القرآن الأعداء أبدا ما تكلموا مع موسى مع الأنبياء؟ الله هنا القرآن يصف هذا الكلام هم اللي متكلمين والله وحاه، ولكن ليس هو الله المتكلم. يتكلم عن شخص الذي هو تكلم ضد النبي، فهنا المتكلم ليس الله، وبينما ورد في كلام الله في كتاب المقدس عن طريق الروح القدس، ولكن المتكلم ليس الله. يصف الإنسان الرجل فارغ عديم الفهم وكجحش الفرا يولد الإنسان. المتكلم هنا هو صوفر النعماتي. شوف يا جن خير الله، شوفوا يا مشاهدين كيف يدلس عليكم. فأجاب صوفر النعماتي، وأقرأ العدد 2 3 4 إلى ما أن توصل العدد 11 و12. فالآن يوضح إلى هذا الكلام. فإذا الكلام هو ليس من الله وإنما من صوفر النعماتي. فإن الروح القدس ذكر في هذا الموجه لأيوب، كما أنك أنت عندك في القرآن أن فرعون يتكلم ضد موسى، فهذا لا يعني أن القرآن هو الله المتكلم هنا. افتهمت له؟ لا، بس أنت راح أزيدك من شغلة، حوصف لك بما أنك قلت يسوع قال هذا الكلام، وأنا أثبتت لك في خطأك أن ليس يسوع المتكلم هنا، ولا يوجد اسم يسوع، لأن يسوع في العهد الجديد، وهذا وقعت أنت يا رجل القش في الخطأ. والنقطة الأخرى طبعا أنت اللي وقعت فيها وأنت ما فاهم الكتب المسيحية ولا مخطوطات ولا أي معلومة عندك، قلت الله المتكلم هو مكتوب صوفر النعماتي هو اللي متكلم في هذا الكلام ضد صديقه أيوب. بس راح أوصف لك من هو الذي قال عنك الحمار، بما أنك أنت قلت يسوع وصفك بهذا الكلام ولم تعطيني بدليل، لأن كل دليلك وكلامك ومعلوماتك ودراستك كلها 0 في 0. ولكن أنا راح أوصف لك يا زين خير الله من هو الذي وصفك بالحمار ومن هو اللي وصفك بالأكثر. راح أقول لك من هو الذي قال. افتح اذنك معي. هيا انصرف ايها الشيطان. خليني اكمل. يا عاد اذهب الى الجحيم الان ايها النصراني. يا شيخ زين خير الله، هيا انزل ايها التزم بالموضوع. لقد انتهى امرك. انزل. لا قبل ما تنزلني، مو انت هذا كلامك وانا جبت لك من الكتاب المقدس حبيبي. يا شيخ زين خير الله عيب، لا تنزلني. هرب يا جماعة، نزلني لأن عرف ماذا سوف أضربه ضربة قاضية، لأن عرف أنه كلامه واتفضح. يا جماعة شفتوا زين خير الله الهارب الجبان؟ شفتوا أنه قال يسوع وأنا جبت له من الكتب مالنا وجبت له من الكتاب المقدس أقوى أثبات، والآن هو عرف ماذا سوف أعطيه لأن عرف حضربه ضربة من كتبه. يا جماعة أخذوا الكلام، وهذا موجود في صحيح مسلم. ماذا وصفك رسول الله؟ ماذا وصفك محمد الفاشل؟ شوفوا يا جماعة، أخذ هذا الكلام بما أنه هو نزلني لأنه هرب وجبان. تفضل خليني أعرض الحديث. لحظة، شفت يا زين خير الله؟ هسه حشوف لك من هو الأخلاق الحميدة ومن هو أخلاق عالية. بما أنك أنت قلت يا حبيبي يا شيخ زين خير الله أن يسوع هو الذي وصفك بهذا الكلام، وطلع كلامك كله 0. لا يسوع قال هذا الكلام ولا حتى الله اللي أنت قلت يا منافق أنتم تقولون أن الله في العهد القديم هو يسوع نفسه. وحتى لو رجعنا رح نرى الكلام ليس هو الله المتكلم، بينما الله الروح القدس سجل هذا الكلام الذي وصفه صوفر النعماتي على أيوب، مثل ما نرى في قرآنك إن فرعون يتكلم والأعداء يتكلم وحتى الشيطان يتكلم.
شفت أنه الوحي اللي عندك سجل أحداث وكلام المنسوب لذلك. فأنت وصفت أن يسوع طلع مو يسوع، وقلت أن الله وطلع ليس الله، ووصفت أن يسوع هو الذي وصفني، ولكن أنا راح أشوف لك أن محمد هو اللي وصفك بالحمار ووصفك بالكلب الأسود. اسمع يا جماعة، هذا إسلام ويب كما وصفتكم يا عن زواج محمد من سيدة خديجة عن طريق الراب، هو نفس الكلام. والفتوى هم يقولون فتوى لو شبهة، بس حنشوف الجواب. هنا سأل السائل يقول لك من هم الذين إذا مروا أمام المصلي قاطعوا صلاته؟ علامة استفهام. وفي حالة مرورهم ما هو الواجب عمله على المصلي؟ اسمع يا زين خير الله، هل يكمل صلاته أم يعيدها؟ وما هو الحكم إن الشك إن أحد قطع صلاته أم لا؟ اسمع الإجابة، اسمع يا زين خير الله، افتح اذنك. يقول لك الحمد لله وكذا وكذا وكذا. شوف هذا من هو الذي روى صحيح مسلم؟ الحمد لله والصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه، أما بعد فقد أثبت في صحيح مسلم، اسمع هذا أقدم كتاب عندكم يجي بعد القرآن ما تقدر تنكره، صحيح مسلم، اسمع لأنك متعود تقطع، إن رسول الله قال يقطع الصلاة، اسمع، المرأة والحمار والكلب الأسود، ويبقى من ذلك مثل مؤخرة الرحل. ها شوف انت اذا لحظة واحدة تقطع صلاتك انت مشبه بالمرأة والحمار والكلب الأسود. يعني انت مو بس حمار، انت وصفتني قلت يسوع قال عنك حمار وطلع كلامك كله زفت والصفر يا أخبل. بس انت الآن رسولك هو وصفك بالحمار والكلب الأسود. حتقول لي شلون؟ حتى ماما عائشة السيدة مالك هاي أم المؤمنين أم الرضاع ماذا قالت؟ قد شبهتونا بالحمير والكلاب. فقالت عائشة قد شبهتونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله طب هو اللي قال هذا الكلام. ها فطلعت من هو؟ طلع الحمار. أعرف مسوي لي كتم، تمنزلني أعرف بيك. شفتوا يا جماعة هذا بإسلام ويب يقدر ينكر زين خير الله؟ أتحداك إذا أنت موجود افتح الكتم، كشفتك يا جماعة. شوفوني ادخلوا على صفحتي لأن عامل لي كتم لأني سمعته من غير تليفون دي يتكلم عني. هذا هو زين خير الله، أتحداك إذا ترجع افتح الكتم وجاوب. هذا إسلام ويب، رد يا زين خير الله. طلعت أنت الحمار وأنت الكلب الأسود. شفت؟ خاف انت قلت علي أنا حمار وكلامك هذا ليس صحيح. لكن هنا قال رسول الله، حتى ماما عائشة عيوشة الحلوة هي اللي شكت من هذا الموضوع. أتحداك إذا ترد يا زين خير الله. هل رأيتم يا مشاهدين زين خير الله؟ هل رأيتوا هذا الجبان المدلس اللي هرب من عندي من عدة مناظرات واليوم جلدته وخليته يكون أمام الواقع؟ حتى أعرفكم أنه مو كل مرة يطلع في المناظرات ويطلع على البث مالته ويقولكم هذا الكلام إن الله وصف الإنسان بالحمار، بس لأنه شافني رديت عليه وجلدته جلد من هذا التمام، خليته يهرب وأنا عارف بأنه يسمعني من غير هاتف لأنه دائما يعمل لي ميوت وينزلني، بس ما يقدر يضربني بلوك لأن يعرف لازم يرجع وادخل له. تحياتي لكم يا جماعة، حتى أنكم لا تصدقون هذا الكذاب، حتى لا تصدقوا ولا تتابعوه ولا تحاولون تصغون إلى أنه هذا واحد مجرم زين خير الله عايش بتركيا، هذا واحد كان مجاهد كان يذهب بسوريا، وهذا ما نريد ندخل بهذا الموضوع. وإذا تريد تعرف قصة حياته تروح على حسين العراقي يشرح لك حياته الكاملة. هذا واحد مجرم يلعب على أفكاركم ويسرق أموالكم حتى ترسلوا له هدايا وتتبرعون بالأموال. هذا هو الخط السلفية، عمل الأكبر من عند الشيخ منقذ السقار وابو عمر الباحث وعمرو نور الدين وهذول الزعاطيط الاثنين محمود داوود وهذا اللاخ الجاهل معاذ عليان. هؤلاء ليس هم أمناء، ما يقدرون يواجهون مواجهات، يقبلون في البث مالهم حتى يقدرون ينزلون حسب ما يليق لهم، ولكن تحدي كامل لهم إذا يقبلون المناظرة بالبث المباشر وأمام الجميع. والله أعلن إسلامي أمامكم إذا قبلوا البث المباشر والمناظرة، حتى تعرفون أنه من وصفك يا مسلم بالحمار إلا محمد، وهذا موجود عندك. لو قطعت صلاتك شوية أنت موصوف بالحمار وبالكلب الأسود.
وتخيل نفسك إذا كنت ما تصلي، فأنت جميع الحيوانات على الأرض. هذا هو رسولك الفاشل يا زين خير الله الذي أخذت منه يا صعلوخ الصحراء. تحياتي لكم، وأتمنى لكم أن تتمتعوا في هذه المناظرة الذي سقطت فيها هذا السلف القذر. تحياتي أينما كنتم، جلاتكم السلفية موجود، وراح أبقى أجلد فيكم يا جماعة أهل السنة. تحياتي لكم.